يا توم ده الجو هنا هادي بطريقة غريبة. دي أول مرة نيجي الإسماعيلية، شكلها مدينة لطيفة. سمعت إن الناس هنا محترمين جدا. يلا نشوف هيحصل لنا إيه في المغامرة الجديدة. يا توم المتحف ده شكله قديم قوي. هو ده متحف الآثار بتاع الإسماعيلية، مليان حاجات من أيام الفراعنة. احنا هنشوف حاجات مرعبة ولا ايه؟ هنشوف تاريخ يا صاحبي. مش رعب. شايف التمثال ده يا جيري؟ من آلاف السنين. يا نهار ابيض، ده اكبر مني بمليون مرة. ده تمثال حقيقي من أيام الفراعنة. طب خد بالك يمكن يصحى. يا توم المعلومات جوه كتير قوي. ده متحف مهم، بيتكلم عن تاريخ قناة السويس كمان. طب نكمل؟ يلا نروح فيلا ديليسيبس، الرحلة لسه طويلة. يا توم ايه القصر الكبير ده؟ دي فيلا ديليسيبس، الراجل اللي كان ليه دور كبير في حفر قناة السويس. باشا بقى. ده كان مشهور فعلا، والفيلا بتاعته بقت معلم تاريخي هنا. مكتوب هنا إن الفيلا ليها أكتر من 100 سنة. صحيح، وكانت مقر مهم زمان في فترة القناة. يعني إحنا قدام حاجة عاشت قبل جدة دودي. يا نهار ابيض، المكان شكله مرعب يا توم. مرعب إيه يا عم؟ ده مكان أثري قديم جدا. طب اسمه المسخوطة ليه؟ هقول لك جوه، الموضوع كبير. بص يا جيري، الحتة دي كانت محطة مهمة أيام الفراعنة. يعني الفراعنة كانوا بيعدوا من هنا؟ أيوة، وكان في هنا طريق تجاري ضخم. طب الاسم يخولف بس المكان جاي. يا نهار أبيض، دي أوروبا ولا إيه؟ ده شارع السلطان حسين يا صاحبي، هنا الدنيا شيك قوي. ها؟ شارع رايق والناس قاعدة تتكيف. الشارع ده قديم جدا، اتبنى أيام الاحتلال وكانوا عاملينه على الطراز الأوروبي. فعلا واضح، شكله شيك للصبح. طب يلا نروح نادي الشاطئ؟ طبعا، ده أحلى بحر في الإسماعيلية. يلا بينا قبل ما الدنيا تظلم. يا سلام على الريحة، ريحة بحر بجد. ده نادي الشاطئ، الناس كلها بتيجي تعوم هنا وتنبسط. لا لو علي العموم معاك سمكة. بص يا توم. المراكب قدامنا على طول. أيوة، الشط ده حلاوته إنك بتعوم جنب السفن. مشهد يجنن بصراحة. دي معدية 6، من هنا بدأ العبور في حرب 6 أكتوبر. إيه ده؟ يعني المكان ده تاريخي؟ ده أهم مكان في العبور. نتصور سيلفي حالا. يا لهوي، بص على المحل يا جيري. ده أشهر محل حلويات في الإسماعيلية يا باشا، لازم نجرب السينابون بتاعه. يا توم شايف السينابون رول ده؟ ده معمول بزبدة تقيلة، تحفة. إيه الحلاوة دي بس؟ فظيعة قوي. يلا بينا. بص المانجا الإسماعيلاوي بجد، ريحتها جايبة من آخر الشارع. والله عندك حق، شكلها رهيب. يلا بينا نشتري قفصين مانجا اسماعيلاوي قبل ما نمشي، الناس بتيجي من كل حتة في مصر علشان المانجا دي. عندك حق، بس القفص ده تقيل يا جدع. بالهنا والشفا يا رجاله. يا تشيري، الناس هنا طيبين قوي فعلا، كل واحد قابلناه كان محترم وكريم. والمدينة جميلة وهدية، أكيد هنرجع تاني. يلا بينا على مغامرة جديدة.